صباح الخير مرة تانية. النهاردة أنا عايزة أكلمكم على سؤال بيجيلي أو جالي كذا مرة، وهو بيحصل لنا تقريبا كلنا مرة مرتين يمكن أكتر كمان في السنة. أعتقد إن مفيش حد ما حصلوش، أوكي، ده يبقى شخص محظوظ يعني. وهو تكرار التبول الليلي. خلاص كده، يعني الواحد ما بيقدرش ينام مثلا 5-6 ساعات متواصلة، كل ساعة كل ساعتين لازم يدخل التويلت، رايح راجع رايح راجع. ده طبعا انا مش هتكلم النهارده عن الاطفال، اوكي، اقل مثلا من 12 سنه او 16 سنه، خلينا في الامان. انا هتكلم على الحالات العامه اللي هم البالغين، اللي هم اللي فوق 16 سنه. لازم نعرف يا جماعه ان هي ليها بعض الاسباب 5 وبعض الحلول بسيطه اكتر مما تتخيلوا، لازم تكون عندكم في البيت. طيب، ايه الفرق ما بين الهبد وما بين العلم؟ الهبد لو حد معاه دواء مثلا او اعشاب او whatever اخدها ونجحت معاه، فاول ما يسمع اي عرض، ان شاء الله حتى عرض بسيط، ان شاء الله حتى مرض تاني خالص، يقول له خد الدواء ده جربه والدنيا تبقى زي الفل. عايزين يا جماعه نوقف المهزله دي، اوكي، دي مهزله في وجهه نظر، عايزين نوقفها. حتى الاعشاب مقننه، حتى الاعشاب مثلا اللي انا هذكرها دلوقتي اقول لكم باي جرعات لمده كام يوم. حتى في عشب انا اذكره بشكل مخصوص، العشبه دي اللي هي بيرنتراوبن بليتا. العشبه دي اصلا متسجله ان هي ممكن تعمل كانسر، ممكن تعمل اورام. الناس اللي هي مثلا بتاخدها اكتر من 5 مرات في السنه، اكتر من 5 ايام، ودي حتى متسجله في الاف دي اي اللي هي فود اند دراج ادمنستريشن. علشان كده انا شايفه في وجهه نظري ان كل الادويه موجوده، ربنا خلقها لنا في الطبيعه، بس احنا المفروض نحسن استخدامها. وده طبعا المتبقي، لان طبعا ما شاء الله الانسان يعني دمر كل حاجه وشال كل حاجه وجرب كل حاجه، وفي حاجات كتيره جدا انقرضت، في حاجات كتيره جدا خلاص مش هتظهر. بس انا بتكلم على المتاح دلوقتي في ايدينا. الادويه اللي انا هقولها او الاعشاب او العلاجات اللي انا هقولها حرفيا هي بتعالج 95% من الحالات، 95%، سواء اناث سواء ذكور. يظل ال5% الاخيره دي بتبقى حالات يعني شويه صعبه، بتبقى محتاج تدخل شويه كيميائي، يعني ادويه. خلاص كده، بس برضو لما يلتزموا برضو بالاعشاب، ده بيبقى اونتروشتوتسونج، او ده بيبقى دعم للادويه اللي الشخص هياخدها. يعني هو من الاخر اللي انا هقوله دلوقتي هو بنسبه 100% الناس هتستفيد. خلاص، 95% مش محتاجين اي حاجه خارجيه، و5% يظل 5% اللي هي الناس اللي عندها امراض قويه، اوكي، محتاجه دعم، محتاجه ادويه كيميائيه طبعا. دول يظلوا 5%، بس برضه هتساعدهم بشكل او باخر. انا احب برضه اقول حاجه مهمه جدا. في ناس يا جماعه لطيفه ولذيذه خالص، انا بالنسبه لي بيصعبوا عليا جدا، بيدخلوا جوه الكومنتس وبيشتموا وبيعملوا حاجات كتيره خالص سيئه. من فضلكم لما حد يشوف حاجه زي كده يعمل لي منشن، انتوا جاست ان انتوا رديتوا عليهم او كتبت لهم، انا مش هشوف، ممكن ما اشوفش غير بعد مده طويله. انا بعمل تقريبا كل حاجه بنفسي، خلاص، اديتنج، انا اللي بحضر التيمه، العنوان، يعني الموضوع اللي انا هتكلم فيه، انا اللي بحضر المصادر بتاعته، انا اللي بعمل تقريبا كل حاجه، بالاضافه ان انا بشتغل، بالاضافه ان انا بذاكر. فانا فعلا مش بيكون عندي وقت لكل حاجه. ولسه بصراحه يعني ما وجدتش حد ممكن دماغه تبقى زي اقدر اديله مثلا مودريتور يقدر يظبط حاجه زي كده. فمن فضلكم الناس دي يعني شويه نفسيا تعبانه، مش متزنه. لو لقيتوا حد عمال بيشتم حد مش عارفه ايه، يا ريت بس تعملوا لي منشن، وانا هدخل اعمل له بلوك واشيل خالص الكومنت بتاعه. وانا اسفه مقدما واسفه مؤخرا خلاص عن الناس اللي هي شتمت الناس المحترمه. بس برضو احنا لازم نفهم يا جماعه، القهر الشديد هو اللي بيخلي الانسان ان هو يدخل يتهجم ويهدد ويشتم ويعمل. ده دليل ان هو عايش حياه مش حياه سويه خالص، ومش حياه طبيعيه خالص، ومش مبسوط في حياته. خلاص، يلا نرجع كده ونشوف ايه هي الاسباب المهمه جدا اللي بتسبب تبول ارادي طبعا، بس متكرر ليلي، كل شويه داخلين خارجين راجعين خارجين. غير طبعا ان الواحد بيصحى الصبح متنرفز متعصب، ما خدش كفايته من النوم، مش عارف ينام نوم عميق، كمان بيقلق الناس اللي حواليه. ما هو بقى داخل خارج على التويلت، فطبعا الناس اللي حواليه بتكون متضايقه قلقانه، برضه هي برضه مش عارفه تنام، مع ان الحلول بسيطه جدا. طيب، خلينا نعرف ايه هي اكتر الاسباب الشائعه، وبعد كده خلينا نعرف ايه الحلول. السبب الاولاني اكتر حاجه شائعه ان الواحد قبل ما ينام ياخد حاجه فيها كافيين. خلاص كده، الشاي الاخضر فيه كافيين، الشاي الاسود طبعا فيه كافيين، القهوه، الكابتشينو، اللاتيه، كل حاجه. حتى كمان في بعض الحاجات اللي انا لو اخدتها بخنيس بلاتا، انا هكتبها برضو هنا بعض الاعشاب. كل الاعشاب اللي انا هذكرها هنا هقولها بالعربي
هقولها بالانجلش، هقولها بالالماني، خلاص، عشان كل واحد في الدوله بتاعته يدور عليها بشكل او باخر. ساعات بتبقى من عند العطار حاجه كده يعني مثلا عشب كده مثلا يغليه او يطحنه او حاجه زي كده، وساعات بتبقى موجوده في الصيدليات، موجوده على هيئه كبسولات. ده موجود وده موجود تقريبا في كتير من دول العالم، فانا عشان كده انا هكتب اسم العشبه وانتوا دوروا عليها في البلد بتاعتكم بالطريقه، وخدوا الجرعات اللي انا بقول عليها للمده اللي انا بقول عليها. خلاص كده. طيب، فدي السبب الاولاني، الواحد بيشرب ميه كتير جدا او بيشرب حاجه مضره للبول. الكافيين مضر للبول، اللي انا بشربه ده دلوقتي ده مضر للبول. يعني جاست ان انا هشرب هيزود معدل دخولي التويليت. الصبح بيبقى حلو جدا، انا كده بنظف جسمي، انا كده بخرج الميه الزايده مثلا، ده ممتاز جدا. لكن بالليل ده كده دمار، انا كده مش هعرف انام خلاص، ومش هيجيب اي فايده، مش هيجيب حرفيا اي فايده. طيب العلاج ايه؟ 3 ساعات يا جماعه قبل النوم من فضلك مفروض نقلل او نقلل جدا الميه، وطبعا نوقف اي حاجه فيها كافيين خالص. اوكي، 3 ساعات على الاقل. مثلا انا مثلا بنام الساعه 10، من اول الساعه 7 انتبه كده ان الميه ايه، تقل 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 معايا. طول النهار اشرب على قد ما اقدر، لكن قبل النوم ب3 ساعات ده يكفي جدا ان انا اي ميه زياده هتخرج فاقدر انام بعد كده نوم تيف، نوم عميق. ده هيساعدني بعد كده وانا بشتغل تاني يوم او وانا بقوم بواجباتي تاني يوم. اوكي، الحاجه الثانيه الاكثر شيوعا هي التهابات. اوكي، التهابات بكتيريه، دي بتصيب النساء يمكن اكتر من الرجاله بكتير جدا، لان مجرى البول عند النساء بيبقى صغير جدا، فهم بيكونوا عرضه للانفلاميشن او للانفكشن اللي هي الالتهابات او العدوى. اوكي، العدوى البكتيريه اكتر من الرجاله، بس برضه ستيل هي بتحصل. دي كمان بنلاحظ قوي فيها ان نسبه اليورين او البول اللي هي بتنزل كل مره بتبقى كميتها صغيره جدا، خلاص، ده بسبب البكتيريا اللي موجوده فيها. احنا هنتكلم عليها، هنشوف العلاج في الاخر، بس ده السبب الثاني. السبب الثالث السكر الكتير. طبعا احنا زي ما احنا عارفين انا دايما بقول كلمتين مهمين جدا وهتسمعوها مني الاثنين برضو دلوقتي. والله انا اعتقد ان انا كل الفيديوز اللي انا عملتها واللي انا هعملها هذكر فيهم السببين الاساسيين دول. اول حاجه السكر والتوتر، دول تقريبا اغلب مشاكلنا اذا ما كانتش 100% من مشاكلنا بشكل مباشر او غير مباشر بسبب الاثنين دول، السكر والتوتر. السكر حضرتك دلوقتي لما بيزيد في الجسم طبعا ده طبعا هيدخلنا كده في طريق اللي هو مرض السكر، خلاص كده تايب 1 او تايب 2. لكن برضو بيحصل كده بدري شويه، كعلامات مبدئيه كده بدري شويه، ان الواحد بيبقى الجسم بتاعه عايز يتخلص من السكر باي شكل، بيخزن منه شويه، بيحرق منه شويه، بس برضو كميكانيزم اخر ان هو بيدوبه وعايز يخرجه على طول في البول، فعلى طول تلاقيه عمال يدخل التويليت عشان الجسم عمال يخرج يخرج يخرج. يبقى لازم نظبط السكر. والله يا جماعه انا السكر ده ما بيدخل عندي البيت، انا مش فاكره امتى اخر مره انا جبت سكر، يمكن من سنوات طويله جدا. انا باكل سكر بس بكميات صغيره جدا ومحدوده اكتر مما تتخيل. مره مثلا في الاسبوع زي امبارح كده مثلا انا باكل زي قطعه كده صغيره من الجاتو، انا باكل سكر بس كميه صغيره خالص. كميه السكر الكبيره دي تقريبا اساس كل الامراض. انا في وجهه نظري الشخص اللي بيروح يشتري سكر ده بيشتري سم حرفيا. انا لو كنت رئيس الدوله انا همنع السكر ده خالص، يعني هقنن السكر ده خالص. السكر ده يتصرف من عند الدكتور، انت خدت قد ايه المره اللي فاتت 200 جرام، خد 300 جرام المره دي، لان ده سم، ده سم. انا لو وقفت السكر في كتير من الامراض هتتعالج كده اوتوماتيش. فده برضو السبب الثالث. السكر لما بيزيد كتير جدا في الجسم بيضطر ان هو يحاول يخرجه باي شكل، عن طريق منها ان هو يدوبه ويخرجه مع البول. طيب الحاجة الرابعة الكورتيزول او التوتر، ده بيترجم في الجسم ليه حاجة اسمها كورتيزول، ادرينالين، نور ادرينالين، دي الهرمونات بتاعة التوتر اللي بتزيد. هو في العادي انها بتزيد فعلا في وقت الخطر عشان تحميك، خلاص كده حدقة العين بتوسع، جسمك العضلات بتتشد، جسمك على طول بيطلع كل مخزون السكر علشان تعرف تهجم تهرب كلام زي ده. لكن لمدة طويلة خالص بالليل والصبح ده كده بيدمر جسمك. طيب في موضوع التبول
الليلي المتكرر. ايه اللي بيحصل؟ اللي بيحصل ببساطه ان المثانه مثلا هي عباره عن الحنفيه، خلاص عماله تنزل ميه. مين اللي بيقفل الحنفيه دي؟ هرمون اسمه الاديها، اللي هو الانتي ديوريتيك هرمون، او بيسموه الفازوبريسين. خلاص الهرمون ده بيفرز من المخ، من البيتيوتري جلاند. اول ما بيفرز بينزل عند البلازن او عند المثانه، بيقفلها، بيقول لها ستوب، بلاش تخرجي دلوقتي كتير، بيديلها اوامر بكده. وعاده هو الهرمون ده بيزيد قوي بالليل. ليه؟ علشان يخلي الانسان ينام مثلا 8 ساعات 7 ساعات مستريح. خلاص طيب لما بيحصل توتر، والتوتر ده طبعا بيستمر فترات طويله بالليل والصبح وكلام زي كده، المشكله بقى الشديده ان الكورتيزول ده والادرينالين بيطلعوا فوق، بيمنعوا افراز الهرمون ده. فالحنفيه حرفيا مفتوحه، الحنفيه بتاعه البلازن او بتاعه المثانه مفتوحه، والشخص عمال يدخل الحمام ومش عارف يقفل الحنفيه، لان اللي بيقفل الحنفيه الهرمون ده نسبته قليله جدا على غير العاده بسبب هرمون الكورتيزول. الحاجه الثانيه برضو اللي بيسببها العصبيه، لازم نعرف يا جماعه ان المثانه متحوطه طبعا باعصاب. خلاص كده انا طبعا ببسط الموضوع جدا، لكن طبعا احنا لو دخلنا هنلاقي فيه تعقيدات كثيره جدا جدا جدا. متحوطه عاده المثانه باعصاب، لما بتتملي عند حد معين بتبدا تضغط على الاعصاب دي، بتضغط على جدار المثانه، فبتضغط على الاعصاب دي. فالاعصاب دي بتدي اشاره للانسان، للمخ، ان الشخص ده لازم يدخل الحمام دلوقتي، لان المثانه خلاص امتلأت. ده كده في الوضع العادي خالص. طيب واحد دلوقتي متوتر، اوكي، قلقان، الكورتيزول بتاعه عالي، ايه اللي بيحصل؟ الاعصاب دي بتبقى حساسه جدا جدا، بتبقى مشدوده جدا وحساسه جدا، ما بتبقاش محتاج ان المثانه تتملي للاخر، ولكن كميه صغيره خالص بمجرد ملامستها لجدار المثانه بتشعر الانسان ان هو عايز يدخل الحمام. هو ده كده الميكانيزم بمنتهى البساطه. يعني حساسيه الاعصاب بتبقى عاليه جدا جدا، فبدل ما تستنى لغايه ما يتملي المثانه على الاخر وتضغط الضغطه السليمه اللي في اللحظه دي الانسان فعلا لازم يدخل التويلت، اللي هي مره مرتين 3 بكتيره بالليل مثلا خلال 8 ساعات نوم، لا، بتبقى كميه صغيره، حتى حرفيا ممكن توصل مثلا ل 3 سم او 5 سم مثلا. خلاص كده بتضغط على الاعصاب الحساسه دي، فتخلي الواحد للاسف مضطر ان هو يدخل التويليت على طول كده، رايح راجع على 5 سم، على 5 سم حرفيا. اخر حاجه هي ميكانيزم، هو ميكانيكي شويه، خلاص يعني مش هرمونز مش اعصاب، بيشترك فيه الذكور والاناث. بالنسبه للاناث الحمل، وبالنسبه للذكور التضخم البروستاتا. خلاص ودي طبعا شائعه جدا بين الرجاله اللي هي مثلا فوق ال50 او فوق ال55. هو من الاخر كده، سواء الست الحامل، سواء الراجل اللي عنده تضخم في البروستاتا، سواء بيناين او يعني سواء ورم حميد او تضخم طبيعي او تضخم غير طبيعي، ده بيضغط على المثانه كانت كده انضغط عليها، بقت صغيره خلاص، ما بقتش عارفه تحوش كميه كبيره من البول، فعشان كده ابسط كميه بتخلي الواحد يدخل الحمام. عشان كده دايما نلاقي الست الحامل على طول عايزه تدخل التايت، لان المثانه بتاعتها صغيره بسبب انها مضغوط عليها من الرحم. والراجل اللي هو عنده تضخم في البروستاتا نفس الشيء، بيبقى مضغوط عليه من البروستاتا، فالمثانه بتاعته صغيره، عشان كده بيدخل على طول التايلت، وخصوصا بيظهر قوي بالليل. طيب ايه هو دلوقتي بقى الحل؟ طبعا الحمل احنا ملناش يعني طبعا للاسف الشديد ما فيش حل ليه، لكن انا هتكلم على بقيه الاسباب الثانيه: الميه بالليل، الكافيين، الالتهابات، تضخم البروستاتا، طبعا التوتر، الاسترس، السكر، كلام زي ده. طيب انا هقول كده خطوتين 3 وهرجع واقول تاني يا جماعه. الاعشاب خصوصا اللي انا هقولها دلوقتي، انا حتى جايبه واحد منهم هوريه لكم دلوقتي. الاعشاب دي مهمه جدا في كل الحالات، بتنفع حرفيا بنسبه 100% بتنفع لكل الناس اللي بيسمعوني، ولكن تظل نسبه 5% مثلا محتاجه تدخل من ادويه تانية، لازم يروحوا للطبيب اللي هو المتخصص علشان يكتب لهم الادويه دي. انا حتى كمان هقول لكم امتى في اخر الفيديو، هقول لكم امتى لازم تروحوا للدكتور. الاعشاب دي خدوها واستمروا عليها، بس برضو لازم تروحوا للدكتور، عشان كده لازم يبقى فيه تدخل، لازم تاخدوا مضاد حيوي، لازم تاخدوا حاجه معينه مثلا للبروستاتا، في الحاله دي لازم تروحوا على طول. خلاص اول حاجه زي ما احنا قلنا كده، الميه نقللها جدا 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 قبل ما ننام ب3 ساعات، مش نحط بقى عصير قد كده هون ولا كولا ولا بيبسي ولا كلام زي ده قبل ما ننام على طول. 3 ساعات على الاقل اقلل الميه. طبعا الكافيين طبعا كله ممنوع،
سواء كافيه، لاتيه، شاي اخضر، حتى كمان في كافيين برضو، ده برضو ممنوع تماما بالليل على الاقل 3 ساعات قبل النوم. الحاجه الثانيه والثالثه زي ما احنا عارفين، السكر يا جماعه من فضلكم اساس البلاوي، اساس الشرور، اساس يعني اغلب الامراض. السكر لازم توقفوه، لازم تظبطوه شويه في اكلكم. وانا هعمل فيديوهات كتيره جدا عن السكر والتعويض بتاع السكر، ازاي انا اعوض السكر اللي انا محتاجاه، ايه الكميات اللي انا عايزاها. هوريكم كمان حتى اكلات انا عاملاها بنفسي بتشبعني جدا ومسكره وحلوه وكل حاجه، علشان نعرف ناخد من السكر ده كميه صغيره تناسبنا بس ما تاثرش علينا. اوكي، فلازم برضو نقلل السكر. الحاجه الثالثه التوتر، عشان كده دايما انا بحب اتكلم في علم النفس كتير جدا، لان برضو انا شايفه ان هو من اساس مشاكل كل حاجه، حتى التبول الليلي المتكرر، حتى التبول الليلي المتكرر. يعني انتوا شايفين التوتر ممكن يوصلنا اي مشكله، والله العظيم من غير ما اشوف كده انت مشكلتك السكر والتوتر، ممكن يعني ممكن والله فعلا غالبا هيكون ده سببه. ممكن ناخد مثلا مغنيسيوم 300 400 مللي جرام بالليل قبل ما ننام مثلا مره واحده، ده برضو هيهدي اعصابنا. في بعض الشاي زي مثلا الكاموميل، اي اعشاب هنا يا جماعه بتتغلي، اي اعشاب هنا بتتغلي في المانيا بنسميها تي، يعني شاي. اي اعشاب بتتغلي بنسميها تي، مش لازم اللي هو الشاي الاسود، مش لازم الشاي الاخضر، ولكن اي اعشاب بتتغلي بنسميها تي. فممكن مثلا نغلي الكاموميل، البابونج، ده برضو بيهدي الاعصاب. في كده شويه اعشاب كده ممكن تشترى من الصيدليات، دي بتهدي الاعصاب. دي الحاجه الوحيده اللي انا ممكن اشربها قبل ما انام، بس برضو مش لازم قبل ما انام مباشره، مثلا ساعه ساعتين مثلا قبل ما انام. ده برضو هيهدي اعصابي جدا، مع المغنيسيوم هيهدي اعصابي، ده ايه هيخليني انام. ده كده حل من الحلول. بعد كده نيجي بقى على اكبر حل دلوقتي اللي هو الاعشاب. لازم تعرفوا دلوقتي لما انا اتكلم على الاعشاب، انا هجيب لكم الاعشاب الموثقه اللي هي جايه من حاجتين، اسمها كوميسيون A وحاجه اسمها إيما. ايه هما كوميسيون A وايه هي إيما؟ كوميسيون A دي لجنه علميه طبيه المانيه، هي خاضعه لوزاره الصحه الالمانيه. خلاص كده، يعني الحاجات اللي انا هقولها دي هي معتمده من عندهم، مش مجرد اعشاب كده بتخلطها على بعض يلا نزل. معتمده اول حاجه في المانيا من الكوميسيون ايه اللي انا قلت لكم عليه، اللي هو بيبقى خاضع لوزاره الصحه، جوه وزاره الصحه حرفيا. الحاجه بقى الثانيه الجامده جدا اسمها إيما. إيما دي اللي هي European Medicine Agency، دي حرفيا المنظمه او الوكاله الاوروبيه اللي بتوافق على كل الادويه اللي بتنزل الاتحاد الاوروبي. هي اللي بتعمل كلينيكال ترايلز، هي اللي بتحدد التداخلات الكيميائيه، التداخلات الدوائيه بين الادويه، هي اللي بتحدد الامان، بتعمل كل حاجه. هي حتى اللي بتراجع البامفلت، النشرات اللي هي بتبقى موجوده مع الادويه. فهي دي اخطر حاجه، هي حتى اللي بتلم الدواء. يعني لما بيحصل فيه اي خطر، او مثلا بيذكروا مثلا ان في دواء معين نزل في السوق مثلا وهو بيضر الناس بشكل او باخر، هي اللي بتدي اوامر عشان تجمعه. إيما دي، فإيما دي بقى عامله قسم كده اسمه الهيربال ميديسين، بتاخد الاعشاب تحللها، بتاخد الاعشاب تشوف شكلها الكيميائي ايه، بتشوف تداخلاتها الكيميائيه ايه مع الادويه التانية، شكلها ايه، جرعاتها عامل ازاي، بتعمل عليهم برضو كلينيكال ترايلز. يعني بتجيب ناس بتديلهم الاعشاب دي بجرعات مختلفه وتشوف تاثيرهم. والناس دي بقى لو كانت مثلا بتاخد دواء تاني بتعمل مثلا ليها لايف ستايل مختلف، بتبتدي تدون، وبعد كده بتنزل الاعشاب دي في الصيدليات. عشان كده حتى هنا في المانيا ناس كتيره يسالوني ايه الفرق ما بين الاعشاب اللي موجوده مثلا في السوبر ماركت او في اماكن زي دي ام مثلا او كده، واللي موجوده في الصيدليات. اللي موجوده في الصيدليات على هيئه كبسولات او اقراص او حاجات معينه، دي خارجه من إيما، دي خارجه من اللي هي المنظمه الاوروبيه اللي مسؤوله عن الادويه والاعشاب الطبيه في الدول الاوروبيه كلها. جرعاتها محدوده، بتكتب لك كل حاجه زي الادويه بالظبط. اوكي، تاخدها كام يوم، تاخدها بانهي جرعه، ممكن تاثر عليك في ايه، اوعى تاخدها مع الدواء الفلاني، ما تنفعش للناس الفلانيه اللي هي كونترا انديكيشنز، مثلا ما تنفعش مثلا الناس عندها سكر، عندها ضغط، عندها مش عارفه ايه. إيما دي هي اللي بتحدد. انا جايبه لكم 5 حاجات إيما دي هي اللي مطلعاها، ومعتمدين وموثقين ونتائجهم بيرفكت وتحفه. واحده منهم للرجاله اللي هي عندها تضخم البروستاتا،
وهي بتجيب نتيجة فعالة جدا. سواء حضرتك بتاخد دواء للبروستاتا او ما بتاخدش، العشب ده مفيد جدا جدا جدا، هيساعد معاك بشكل ملحوظ جدا جدا جدا. يلا نعرف ايه هم الخمسة. الحاجة الاولانية دي تنفع للذكور وتنفع للاناث، حاجة اسمها البيغن تراوبنبليتا. زي ما انا قلت انا هكتب بالعربي، هقول بالعربي بالالماني بالانجلش كمان علشان كل واحد يدور عليه في البلد بتاعته. ده اسمه ورق عنب الدب. اوكي طيب ايه الجرعه بتاعته؟ انا هكتبها هنا برضو بسرعه. من 2 ل 3 جرام ورق مجفف او حتى بودره، بيتحط في 150 مللي من الميه، كوبايه ميه مثلا اللي هي صغيره او نص مج مثلا ميه، تكون ميه سخنه، واسيبه كده شويه لغايه ما يتنقع وبعد كده اشربه. ده بنعمل الحركه دي من 2 ل 4 مرات في اليوم. اكتر حاجه اخدها في اليوم هي عباره عن 8 جرام من الورق المجفف ده. نشوف بقى الحاجه الخطيره جدا لازم اتكلم عليها. بيغن تراوبنبليتا ما ينفعش تاخدوه اكتر من 5 ايام، ما ينفعش تاخدوه اكتر من 5 مرات في السنه. على الرغم انها اعشاب، اوكي، عشان في ناس متخيله ان الاعشاب دي يلا اشرب اشرب اشرب، لا الكلام ده غلط. بيغن تراوبنبليتا ده مضاد زي المضاد الحيوي كده بالظبط، خلاص قوي جدا جدا جدا، حرفيا قوي. يعني انا فعلا بشوف النتائج مذهله، قوي جدا زي المضادات الحيويه، مضاد حيوي قوي، مضاد للالتهابات قوي جدا. اوكي طيب ليه 5 مرات وما يزيدش عن 5 مرات في السنه؟ في السنه. اوكي عشان كده انا ما بفضلوش قوي للاناث، لان الاناث دايما يعني بيجي لهم عدوى بكتيريه بسبب ان مجرى البول صغير زي ما احنا قلنا، فبيضطروا ان هم ياخدوا الاعشاب دي كتير خالص. فعشان كده انا دايما مش بنصح بيه للبنات، لاني مش هقدر اقول لها مثلا جيبيه عندك استخدميه بس 5 مرات في السنه مش عارفه ايه وبعد كده سيبيه. اما الذكور انا عارفه ان هي مش بتجي لهم الحاله دي قوي، فعشان كده بقول لهم ايه ممكن ياخدوا، بس يجعل سواء ذكور او اناث ما ينفعوش يتاخد اكتر من 5 ايام 5 مرات في السنه. ليه؟ عشان هم وجدوا صله مش مؤكده. اوكي هي مش مؤكده بس لو شافوا كده يعني حاجه كده صغيره بيكتبوها على طول، بيلقطوها على طول، وبعد كده يبتدوا يعملوا دراسات فوقها علشان يتاكدوا فعلا هل هم ملاحظتهم صح ولا في حاجه تانية هم ما كانوش واخدين بالهم منها. وجدوا ان هو ممكن يسبب انواع من السرطانات. تراوبنبليتا لو اتاخد بكميه كبيره ممكن يسبب بعض السرطانات. عشان كده الFDA حتى اللي هي فود اند دراج ادمنستريشن او اما هنا بالنسبه للدول الاوروبيه اكدت 5 ايام 5 مرات بس في السنه، كل مره يعني 5 ايام، يعني مثلا هاخده شهر 1 5 ايام، شهر مايو 5 ايام، شهر نوفمبر 5 ايام، يعني 5 مرات في السنه لمده 5 ايام. ده سيف جدا ومش بيسبب اي حاجه والدنيا تمام. اكتر من كده انت بتعرض نفسك لتنشيط بعض الخلايا السرطانيه الكامنه اللي موجوده في جسمك. اوكي ده كده اول عشب احنا هنتكلم عليه. تاني واحد، العشب التاني هو اكثر امانا من العشب الاولاني، اسمه جولد غود اللي هو العصا الذهبيه. اي حد هنا عايش في ألمانيا هيشوف الجولد غود ده موجود على كل الأعشاب اللي مكتوب عليها لالتهابات المثانة، هتلاقيهم دايما مدخلين، دايما أنا بلاحظ الموضوع ده. اوكي الجولد غود ده آمن جدا بالنسبة لي طبعا للعشب الأولاني، ممكن الواحد ياخده على فترات طويلة، وهو بتبقى من 2 ل 3 مرات في اليوم، ممكن نستخدمه أسبوع أسبوعين مفيش مشكلة لغاية ما الحالة تتحسن. هو برضو مضاد للالتهاب ومضاد طبعا للبكتيريا، كمان هو بيحمي جدار المثانة. في ثالث عشب كل بعد كده اللي انا هقوله امنين جدا. العشب ده اللي هو كوابسكان اول، ده اللي هو زيت بذور القرع. خلاص كده زيت بذور القرع موجود هنا في المانيا على هيئه كبسولات، المفروض ان الواحد ياخده من 500 ل 1000 مللي جرام يوميا. وات ايفر بقى انتوا بتاخدوه مثلا على هيئه اعشاب، بتاخدوه على هيئه ايه، المهم ان الماده الفعاله اللي جواه يعني تشوف كده الباكيت الماده الفعاله ما تزيدش عن 1000 مللي جرام. تاخدوه بصوره امنه لمده طويله، اسبوع مثلا اسبوعين. برضو للرجاله وللستات هو حلو جدا ومفيد جدا لموضوع اللي هو التبول المتكرر الليلي. رابع حاجه دخلنا بقى على الجامدين. طيب رابع حاجه دي بقى للرجاله اللي عندهم تضخم في البروستاتا او حتى اللي بيشكوا ان هم عندهم تضخم في البروستاتا، اسمها سيكا بالما. سيكا بالما انا هكتب لكم اسمه هنا برضو بالعربي تدوروا عليه. الجرعه 320 مللي جرام. في اغلب الدول او في كتير من الدول عشان انا عملت سيرش هو عباره عن كبسولات. خلاص كده فانتوا دوروا في الدوله بتاعتكم او شوفوه على امازون او حاجه. حتى انا كمان بفكر ان انا اعمل يوما ما الكتروني شوب عشان انتوا تدخلوا الحاجات اللي انا بقولها، انتوا تدخلوا
تشتروها. خلاص كده طبعا باسعار تكون مناسبه. هو الجرعه بتاعته 320 مللي جرام في اليوم، وبرده ممكن ناخدها لفترات طويله جدا، وهي امنه وفعاله جدا 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 مع الرجاله. اولا بتساعد على اعراض تضخم البروستاتا، بتزود تدفق البول على الرغم ان الشخص بيبقى عنده تضخم في البروستاتا. هل ده يغني عن الادويه لو الشخص ده بياخد دواء؟ لا، ما يغنيش عن الادويه، بس انت لما تاخده هتلاقي الدكتور بيقلل لك الجرعه بتاع الدواء بتاعك، لان ده بيقوم يعني بعمليه كبيره جدا، بيساعد واثاره الجانبيه منخفضه، وبيدعم الدواء اللي انت بتاخده. لو حضرتك مش بتاخد اي دواء عشان تضخم البروستاتا يبقى حلو، هو هيفيدك وهيساعدك انك تنام بالليل، لانه هيزود تدفق البول طول النهار، وبالليل هتقدر تستريح وتنام. الحاجه الخامسه حاجه اسمها برينيس بليتا، ده حتى عندي ده للرجاله والستات، بس الرجاله اللي عندها تضخم في البروستاتا ممكن ياخدوه مع العشب الاولاني اللي احنا قلناه اللي هو سوبالميتو، ده كويس جدا. الاثنين مع بعض بيقوموا بعمليه يعني بيدعموا بعض وبيديك احسن كفاءه، بس هو برضو ينفع للنساء، هو بيدر البول. خلاص كده برينيس بليتا ما يتاخدش بالليل، يتاخد الصبح. خلاص من 300 ل 600 مللي جرام في اليوم، او مثلا مرتين او 3 كوبايه شاي اهو مثلا. ده مثلا اللي عندي. خلاص انا باخد مثلا مرتين او 3 بس في اليوم، ولكن ما يكونش بالليل، يعني مش قبل ما انام، الصبح. ده هيدر البول، هينظف، هو مضاد للالتهابات، بينظف الجسم بشكل عام لان هو مدر للبول، لكن بالليل هتقدر تستريح. ده يتاخد مع العشب الاولاني، ممتاز جدا للناس اللي عندها تضخم في البروستاتا. طيب حضرتك عندك ألم، احتباس طويل في البول، دم، حرارة، تغيير مفاجئ في الوزن، أعراض أخرى زي مثلا عطش شديد وإحساس إن الواحد لازم دايما يشرب، دي كده أعراض غالبا سكر، يعني في الأول كده بتدينا كده هنت إن الشخص ده ممكن يكون عنده سكر. خلاص كده في الحالة دي لازم تروح للدكتور. هرجع وأقول تاني، حد عنده ألم شديد وهو بيعمل عملية التبول، شاف دم، اوكي، عنده رعشه او حراره شديده، عنده دايما احساس ان هو عطشان وعايز يشرب، مرهق او مجهد بشكل غير طبيعي، في الحاله دي لازم يروح للدكتور، لان هو كده غالبا هو محتاج مساعده خارجيه من دواء او من اي حاجه تانية كداعم للاعشاب دي. هل يوقف الاعشاب دي؟ لا، ما يوقفهاش، يستمر عليها، بس لازم يروح للدكتور. نسبتهم قد ايه؟ اقل ما يكون، اقل من 5% من الحالات اللي بتعاني من بول متكرر ليلا بيجي لهم الاعراض دي. في اللحظه دي لازم يروح للدكتور. خلي بالكم من نفسكم، الصحة النفسية والجسدية هي أغلى شيء بيمتلكه الإنسان، بيه يقدر يعمل ثروة، يقدر يدخل في علاقة صحية، يقدر يعمل كل شيء هو يتمناه. حافظوا على صحتكم، وصباح الخير.